غير بالقشور ديال البنان وتجي وصفه او كيراتين، كنسميه انا كيراتين، كيخلي الشعر مسبسب رطب. كاع المشاكل ديال الشعر غادي تعالجهم لك هذه الوصفه الا تبعتيها وجربتي عليها الخبر. وصفه خطيره غير بالبنان وقشور البنان. نبداو الوصفه على بركه الله. عندنا هنايا قشور ديال البنان والبنان. ما تستعمليش غير البنان بوحدو، لا، حتى حاجه ما تضيع. خدي البنان يكون طايب وقديم عندك البنان، وخدي معاه القشره ديالو. كما كتعرفي القشره ديالو الا لاحظتي راه الا درتي شويه ديال قشره البنان في فمك كتمضغيها لسانك كتحسي به بحال تجمد. هذاك ديك الماده اللي كاينه في ديك قشره البنان هي اللي محتاجينها حنايا في هذه الوصفه، هي اللي كتخلي الزغبه قويه وكتكون ما كتبقاش الزغبه تقطع عندك. وبالنسبه للبنان كيرطب الشعر، راكم عارفين البنان فيه واحد الجيلاتين، كيطلق واحد الجيلاتين هو اللي كيرطب الشعر. المهم كنحتاجوا الوصفه كنحتاجوا فيها القشور البنان والبنان في نفس الوقت. والمكون الثالث هو المايزينا او النشا. النشا كناخذوا منها معلقه كبيره عامره، كنزيدوها على داك قشور البنان وعلى البنان في المولينكس، وكنزيدوا عليها المكون الرابع اللي هو الزبده. اي زبده عندكم. انايا هنا عندي المارغرين بقات شيطه عندي، خديت منها معلقه كبيره. عندكم زبده الحك، عندكم اي زبده، المهم تكون شي ماده دسمه في هذه الوصفه ضروري. وغنزيدوا عليها كاس ديال الماء كبير، هو باش غادي نطحنوا هذاك الخليط كامل. كنطحنوا الخليط مزيان مزيان حتى كينسجموا لينا العناصر كما كتشوفوا معايا في الفيديو. كنصفيو هذاك الخليط باش دوك قشور البنان اللي غادي يبقاو نزولوهم باش ما يمحلوناش في الغسيل. كنوضعوهم في كاسرونه وكنديوهم للبوطه، كيبقاو يطبخوا مزيان حتى يعقدوا ويوليو على شكل كريمه. كما كتشوفوا معايا في الفيديو راه كلشي موضح مزيان. كنخلطوا ما نوقفوش من التحريك حيت فيه المايزينا غادي تلتصق معنا في الكاسرونه. حركوا مزيان مزيان وكما كتشوفوا ها هو الخليط ديالنا كيولي على شكل كريمه. يا سلام، لينه ما تمحنكمش في الغسيل نهائيا. كتستعملوها اي مره غتغسلوا الشعر، كتستعملوا هذه الوصفه لمده ساعتين. كتغطيو راسكم بلاستيكه وكتخليوه ساعتين في الشعر ديالكم، وكتغسلوا باي شامبوان الشعر مزيان مزيان. راه في وقت الغسيل وانت كتغسلي كتلاحظي الزغبه ديالك انها تسرحات وارتبطت بواحد الشكل رهيب. وصدقوني غير تبعوها راه جميع المشاكل ديال الشعر وديال الزغبه اللي عندكم غادي تعالجها لكم ان شاء الله باذن الله. وإلا وصلتوا حتى لاخر الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا لي شي تعليق زوين باش تشجعوني وتحفزوني باش نبقى نشارك معكم اي وصفه واي معلومه عرفتها ان شاء الله. دمتم طيبين ومع السلامه. كما كتشوفوا هنايا راني كنوريكم ديك التعليكه ديال الوصفه. يا سلام، صراحه الله يمكن لكم تستعملوها نتوما لوليداتكم رجال وعيالات، واللي بقى لكم تحتفظوا به في المجمد.